تعالوا نعمل فكرة النهاردة جميلة جدا لرأس السنة وسهلة جدا، مش هتاخد معانا اي وقت. احتاجت علشان اعمل شجرة الكريسماس السلك بيبقى متغطى بالفرو ده. احتاجت منه اللون البني واللون الاخضر والجولد. هجيب بقى اللون الاخضر وابتدي اتنيه بالطريقة دي والفه علشان يثبت معانا. بعد كده هقصه واعمل بقى بقية الفرع بنفس الطريقة. السلك المتغطى بالفرو ده انا هحتاج منه كمية كبيرة باللون الاخضر علشان اقدر اغطي الشجرة، طبعا على حسب الحجم اللي احنا هنعمله. تقريبا الفرع بيعمل معانا 5 فروع صغيرة من دي. خلصت كده كل الكمية اللي كانت معايا وعملتها كلها بالشكل ده. هجيب بقى ورق ملون باللون، اي لون يعجبكم، لان هو كده كده مش هيبان. هبتدي الفه بالطريقة دي، هخليه قرطاس وهبتدي بقى الزقه. طبعا الزقه باي حاجة، صبغ او شمع. انا هنا لزقته بالشمع. دلوقتي بعد ما خلص معايا هبتدي بقى اسويه من تحت علشان ما يبقاش فيه الشكل المثلث من تحت ده. هبتدي اقصه، وبعد ما اقصه هسويه علشان يبقى مدور من تحت. بعد ما ظبطته هبتدي بقى اعمل القاعدة. هجيب مستطيل طويل من الكانسون او اي الورق ملون او كرتون، وهبتدي الفه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي والزقها برضه. هبتدي بقى اجيب كرتون مدور بالطريقة دي علشان الزق عليها الاسطوانة اللي احنا عملناها، وهبتدي احط عليها شمع واثبتها على الكرتونة المدورة. بعد ما ثبتها هجيب بقى القرطاس اللي احنا عملناه وابتدي اشوف المقاس اللي احنا عملناه واحدده علشان ابتدي اغلف القاعدة. هجيب بقى الفروع اللي باللون البني وابتدي احط شمع على الاسطوانة وابتدي الف الفروع عليه. خلصت التغليف بالفروع، بس كان في حرف الكرتونة كان باين فما كانش شكله لطيف، فحبيت احط فرع كمان عليه علشان يداريه ويدي فينش حلو. كده قاعدة الشجرة خلصت معانا وبقت شكلها مظبوط وجميل. دلوقتي بقى هنبتدي نجيب القرطاس علشان نبتدي نغلفه بالفروع الصغيرة. هنحط شمع ونبتدي بقى نحط الفروع الصغيرة واحدة واحدة، ونتأكد ان هي ملزوقة كويس علشان ما تتفكش معانا وتفضل ثابتة. هنكرر الخطوة دي في كل الصفوف وفي كل القرطاس لحد ما نغلفه كله. كده غلفنا اول سطر، واول سطر خلص معانا. نبتدي بقى نكرره في كل الصفوف زي ما انتوا شايفين كده. كده الشجرة كلها خلصت معانا وغلفناها كلها وبقى شكلها حلو. هنبتدي بقى نتني كل ورقة شجرة بالطريقة دي، هتبقى سهلة معانا لان ده سلك رفيع وسهل ان احنا نتنيه. هنبتدي نتني كل الشجرة كلها زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي بقى في التزيين. هنعمل بقى النجمة اللي بتبقى فوق الشجرة. هنجيب اللون، الشريط اللي باللون الجولد، ونبتدي نتنيه رايح جاي بالطريقة دي 5 مرات عشان يدينا شكل النجمة. هخلص كل التنايات وابتدي بقى افرقهم عن بعض بحيث ان هما يدوني شكل النجمة اللي انا عاوزاه،
واظبطها، والطرف اللي بيبقى فاضل ده هبتدي اتنيه والفه بالطريقة دي علشان يثبت معايا وشكل النجمة ما يبوظش. بظبط طبعا النجمة علشان لو فيها اي حاجة مش معدولة بظبط شكلها. وبعد كده بجيب الشجرة، وطبعا بيكون في القرطاس اللي احنا عملناه من الاول حتة مفتوحة، وبدخل النجمة وممكن احط فيها نقطة شمع عشان ما تتحركش. بجيب بقى الشرايط الذهبي علشان ابتدي ازين الشجرة، وهحطها بالطريقة دي، وهحط فيها نقطة شمع وابتدي اثبتها. طبعا خطوة التزيين دي اختيارية على حسب ما يعجبكم، بس دي الخطوات اللي انا عملتها. طبعا زي ما عملت في الجنب ده هعمل زيه في الجنب التاني. كده خلصت تزيين الشجرة كلها، شكلها جميل قوي. ممكن نكتفي لحد كده، ممكن نزود كمان الكور الصوف دي برضو هتدي شكل جميل. انا هنا حطيتها بشكل عشوائي الاول، وبعد كده ابتديت اثبتها بالشمع. كده انا رجعت ثبت الكور خلاص. هجيب بقى القاعدة علشان اثبتها على الشجرة. هطلعها بقى كده واجيب مسدس الشمع وابتدي احط عليه شمع كتير علشان ابدأ اثبت عليه الشجرة. هحطها عليه وابتدي اظبطها كويس علشان تفضل ثابتة. كده ثبتنا الشجرة كويس حقيقي، بقى شكلها جميل جدا وسهلة وسريعة ومخدتش معانا اي وقت، وطلع شكلها تحفة بمناسبة الكريسماس.